بركة بسم الله. بدأ الدوري وبدأت المشاكل وجع القلب. يعني الماتش الأولاني كان بيراميد والبتروجيت اتعادلوا 1-1. وجي ماتش الزمالك ملك البلنتات. المهم قلنا ايه ده، لا خلاص بقى، ايه الماتش بقى ايه معدي كده اهوت، مفيش ايه، هيبقى فيه ضربات جزاء ولا حاجة. نشوف نتفرج على الماتش. جه في الدقيقة 18 ليه فاول الزمالك ناحية الشمال. طلع سعيد لعبها بالعرض، دخل ناصر ماهر حطها، جاب الجول الأولاني. وخلص الشوط الأولاني على كده. الشوط التاني جه يوقع النور دوت، عدى من ناحية الشمال من فان دايك. فان دايك راح ايه، كعبله، دخل منطقة الجزاء، حسب ضربة الجزاء. بعد كده هوت الكرة بقت سجال من ايه، من هنا هجمة هنا وهجمة هنا، لغاية لما جه ناصر ماهر لعب كرة بالعرض على لناصر منسي، حط الجون التاني. لا برضه البنك الأهلي شغال وبيهاجم، برضه بيحاول ايه يتعادل، لغاية لما برضه جه ايه ضربة جزاء. أنا شايف ليه وعليه. يعني أصل الهجوم شرس قوي على محمد عادل، وده وبيخش في النيات، ودوت اللي ايه بتاع الاحتواء ومش بتاع الاحتواء. انا بقول كلمة حق، انا راجل اهلاوي بس بقول كلمة حق. يعني ضربة الجزاء اللي اتحسبت للبنك الاهلي، يوقع النور دوت هو اللي دايس على ايد محمد عواد. هل رجليه احتكت العكسية احتكت بكوع محمد عواد؟ دي الله اعلم. اتعدت الكرة كذا مرة، وانا انا شايف اللي يوقع النور دوت هو اللي داس على ايد محمد عواد، واتحسبت ضربة جزاء وخد انذار. لغاية لما جه الدقيقة 6 من الشوط التاني والأخ ناصر المنسي دوت نط لفوق، واللعيب اللي هو بتاع البنك الأهلي كش منه وخاف لحسن إيه يخبطه. ايد ناصر منسي خبطت في دماغ اللاعب، وفي نفس اللحظة الكورة خبطت في ايد التاني بتاع البنك الاهلي في نفس اللحظة. يعني ده خبط ده في دماغه، ودي الكورة خبطت في ايد إيه لعيب بنك الاهلي. فانا قلت مثلا ده استحالة تتحسب ضربة جزاء. اتحسبت ضربة جزاء. طلعوا بقى ايه الهجوم عليه وبتاع الاحتواء ومش بتاع الاحتواء. انا لغايه دلوقتي في ضربتين الجزاء انا مش عارف. مش يعني حرام اللي انا اظلمه، وحرام اللي انا ايده. اقول لكم بصراحه، الواحد بيتحاسب على كل كلمه بيقولها. ضربه الجزاء اللي اتحسبت على البنك الاهلي واللي اتحسبت للبنك الاهلي فيهم شكوك، يعني ليهم وعليهم. هو ده ملخص الموضوع. يعني الزمالك كسب كالعادة بضربة جزاء. دي يعني أمر مفروغ منه. بس هي بس اتضايقت اللعيبة والمدرب بتاعهم اللي ديت
اتحسبت بقى في الوقت الضايع في اخر دقيقة. احنا بنقولها ايه الكورة كده. انا برضو يعني في في الدوري الانجليزي والدوري الاسباني في غلطات في الخط. يعني ماتش بتاع برشلونة وريال مدريد دوت اللي ايه، اللي برشلونة كسب 4-0، وريال مدريد حط الجون الاولاني مفهوش سنتي. لمبابي دوت جايب الجون صح، اتحسبت اوفسايد. اتقلبت النتيجة من واحد دخل يهب التاني ده بلعبوا على المرتدة لغاية ما خلصت ايه 4-0، زي ماتش السوبر اللي ايه اللي اللي الزمالك بقى عايش عليه، ويقول لك أنا بطل اللي ايه، بطل ابطال افريقيا. شوية يقول لك ده بطل الكون. فادي الناس اللي ايه اللي بتعيش ايه بتكذب وتصدق الكذب. ما كانش بقى ده حالهم. يعني القصة اللي هم لما بيعيشوها بطريقة غريبة. يعني اللي حاطين اليافطة من جمهور لإعلاميين عندهم لأعضاء، إحنا بطل أبطال أفريقيا، إحنا بطل أبطال أفريقيا، مش بطل السوبر الأفريقي. يقول لك لا إحنا مش غلبنا بطل ال أبطال الدوري، إحنا بطل الأبطال بقى. أقول إيه بقى يعني إيه خليه بسبب، برجع إيه سبب المدرب اللي هي العبقري بتاعنا اللي ايه. طب ما انت ليه عيبت اهو قدام العين الاماراتي، لعبت بطريقه الاهلي الطبيعيه. العين الاماراتي ده عامل رعب لخط اسيا كله. عملته معاه ايه؟